كأس العالم 2026 خلق بزاف ديال اللحظات اللي حتى شي واحد فينا ما كان متوقعهم غادي يطراو، ابتداء من توقعات مجنونه ديال صناع المحتوى. ما كنتي ما كترشحناش كندوزو واش رشحتينا ياك الوحده من اكثر القصص اللي داروا البوز ديال بصح في الويب. صولي هذا معكم توارا وما تنساش دير لايك وسبسكرايب. واليوم غادي نشوفوا اكثر اللحظات المجنونه اللي وقعت في هذا المونديال ديال 2026. لكن الا قلبنا السكريبت واحد شويه غادي نلقاو بلي هذا المونديال جاب بزاف ديال الحوايج اللي بدات الحياه ديال بزاف ديال الناس، ابتداء من القصه اللي شعلات السوشيال ميديا وفريمون وقفت الويب كامل. القصه ديال المشجع المغربي محمد والمؤثره والانفلونسر البرازيليه الشهيره ماريانا. البلان غادي يبدا في الماتش الافتتاحي اللي جمع ما بين المغرب والبرازيل واللي سالب 1-1. ماريانا كانت حاضره في التيران كتصور لقطات وفلوغات الملايين ديال المتابعين ديالها، وتما فين تلاقات بمحمد وقع بيناتهم واحد التفاعل والضحك وسط الجماهير البرازيليه وحتى المغربي. درجه ماريانا بقات مبهوره بالتمغربيات والاخلاق العاليه ديال محمد. Brasil! Brasil! É isso, gente. What's your name? Mohamed! درجات بزاف ديال الصفحات المشهوره خرجوا وصفوا محمد برجل وجنتلمان حقيقي، والبلان ما غاديش يوقف تما لان الفيديو غادي يتبلبل في العالم كامل ولا الترند رقم 1. والناس في كاع الصفحات الرياضيه بداو كيقلبوا على هذا المشجع المغربي فين غبر محمد وشنو وقع عليه. وماريانا براسها من بعد الماتش فريمون غادي ترفس بيه ديال بصح. Mohamed, né? Muito gente boa, velho. Atormentei ele o jogo inteiro. Tomara que Deus coloque mais adversários legais como ele. Queria muito achar ele. Só que como? Agora tem um monte de Mohamed, porque Mohamed tem 1 milhão de Mohamed. Tanto que a hora que ele falou o nome dele, eu não acreditei não. Eu não acredito que é Mohamed. Tem tantos. وتخيل معايا الكونت ديالها في تيك توك غادي تحول من 7 مليون متابع قبل الماتش ديال البرازيل ل 10 مليون متابع دابا. هاد اللقطه العفويه والبسيطه بين مشجع مغربي وبنت ديال البرازيل خلت المغربي تصدر الترند في العالم كامل، ورجعت السوشيال ميديا ديك المتعه ديال الانسانيه والروابط اللي كتخلقها كره. محمد غادي يلقى راسو فجاه هو حديث الساعه عند الملايين ديال البرازيليين والاجانب، وهذه هي ديك الروح الحقيقيه ديال كاس العالم اللي ما غاديش تقدر تبيعها ولا تشريها بالفلوس. الروح اللي كتخلي الشعوب بعيده يتلاقاو ويتصاحبوا ويصنعوا لحظات اللي غادي تبقى محفوره في التاريخ. لانه من بعد هذه الكميه الكبيره ديال الفيديوهات ماريانا اخيرا غادي دير اول تواصل مع محمد من بعد الماتش. Hello, Mohamed! Ai, procurei você em todo lado. You come to New York or no? I cannot because I work. It's okay, no problem. ولكن هنا كانت القصه ديال محمد وماريانا في هذيك الروح ديال العفويه والمتعه. فالبلان اللي دار هذا الحارس في المونديال بكى الملايين ديال البشر. بين بلي السوشيال ميديا بعض المرات تقدر تبدل الحياه ديال الانسان في ليله واحده. تنهضروا على فوزينيا حارس المنتخب الراس الاخضر. هذا السيد اللي عنده 40 عام وبدا الكره الاحترافيه حتى دار 25 سنه. الحلم ديال حياته كامله كان هو يلعب ويشارك في المونديال. وفي الماتش التاريخي الاول ديال بلاده اللي كان ضد بطله اوروبا اسبانيا وقف فوزينيا بحال داك السد المنيع ضد الهجوم التاريخي. دار اكثر من 7 ديال التصديات الاحترافيه وخرج بكلين شيت في الماتش الاول في البطوله. في اقل من 24 ساعه فريمون الحياه ديالو تقلبات. الباج ديالو في انستغرام غادي تدوز من 50,000 متابع لاكثر من 11 مليون متابع، يعني اكثر من 22 مره من عدد سكان بلاده كامله. ولكن الصدمه كانت فاش غادي يسالي الماتش. فوزينيا فريمون غادي يطيح في الارض وبدا كيبكي ديال بصح. والصحافه مشاو عنده بداو كيسولوه واش هادي دموع الفرحه ولا بسبب البيرفورمانس اللي دار. ولكن الجواب ديالو غادي يصدم العالم. انا كنبكي حيتاش الام ديالي ما قدراش تجي للتيران وتشوف هاد اللحظه التاريخيه لاننا ما قدرناش نخلصوا مصاريف الفيزا وضيق الوقت والفلوس اللي طالب الامريكان. الام ديال فوزينيا كانت واحد المراه اللي درويشه ومكافحه وكانت كتشوف ولدها غير من التلفازه وكتدعي معاه. القصه ديالو هزات امريكا كامله ولات عباره على قضيه راي عام، الحاجه اللي خلت الوزاره الامريكيه تحيد كاع الرسوم والتعقيدات الماليه وخرجوا ليها الفيزا في 48 ساعه في واحد اللقطه انسانيه وهربانه ديال بصح. ودابا راهي مسافره لميامي باش تحضر الماتش الجاي اللي مع الاوروغواي، وهاد المره تعنق ولدها من الوسط ديال التيران. وهاد البلانات هما اللي كيبينوا باللي المونديال راه ماشي غير بيزنس وفلوس. المونديال هو عباره على هاد المشاعر اللي كتدخل لكل دار تماما بحال المشاعر والتوقعات المجنونه اللي دارها الياس المالكي طوال البطوله. من وسط نفس الاجواء ديال الترقب الكبير قبل مواجهه المغرب مع هولندا، الياس المالكي دخل على الخط بواحد الطريقه اللي مختلفه تماما على
باقي الوجوه اللي كانت كتحلل الماتش. كيف ما شفنا في البارتي الاولى من هذه الفكره، عنده واحد الخلفيه كبيره في التوقعات وخصوصا في العالم ديال الكره، ولكن هذه المره التوقع ديالو خلى بزاف ديال الناس يشكوا اصلا انه تقال قبل الماتش. وشينا مشينا معاه وتكرفصنا، غنتعادلوا واحد وغنجروهم البلانتيات، وعندنا بونو كل من بونو عندنا الله عز وجل، وعندنا هاد الشعب اللي كيدعي كامل، وبجاه الله غندوزو. كنظن بان ديوب لا لعب اليوم غيماركي لينا بيت. هذا هو التنبؤ اللي عندي دابا، هو ديوب غيماركي بالراس. انا وليت كنقول بان ديوب غيماركي وغنتاهلوا وغيماركي ديوب غيماركي بالراس. وإلياس غادي تزيد يركز على النقطة ديال الكرات الثابتة وكيفاش المغرب يقدر يستغل الطول ديال بعض اللاعبين داخل منطقة الجزاء. والمغرب غتلعب على الضربات الرأسية وغيجيب لينا الله عز وجل واحد البيت غيماركي ديوب. حسيت بديوب غيماركي اليوم، واليوم غنتأهل. والنقطة اللي بزاف كانوا كيظنوا ان المنتخب ديال هولندا غادي يخرج يلعب معنا كرة، ومن الصعيب انهم يدافعوا طوال المباراة كاملة، وخصوصا انهم اكثر منتخب ماركا اهداف في هذه النسخة مع المانيا وفرنسا بكثر من 11 بيت. ولكن الياس كانت عنده واحد النظرة اللي كانت مختلفة على بقية الناس. حيت هذا الماتش غيكون مسدود، الميليو مسدود، هولندا غتلعب على الضربات الرأسية. اتونسيون هاد الفيديو ما خداش داك الصدى الكبير وبزاف اللي ما داواش فيه بحكم الستريس اللي كان قبل الماتش، ولكن مباشره من بعد ما فريمون الماتش مشى حتى البينالتيات وديوب فعلا ماركه بالراس، الفيديو غادي يدير واحد القفزه كبيره في جميع وسائل التواصل، الشيء اللي خلى الناس يهرب لهم ديال بصح بحكم التفاصيل اللي فيه. عطينا شي دليل بلي هذا الشيء ماشي بعد الماتش، كون ما شفتوش قبل الماتش غادي نقول اي الياس المالكي معروف الوقت فين كيدير ستريمات اللي غالبا كتكون بالليل، وكيأجل بزاف منهم الا كان الماتش ديال المنتخب ملعوب. ولكن بشهادة بزاف ديال المتابعين اللي شافوا اللقطة لايف وكليباوها قبل 18 ساعة من المباراة، خلات هذا من أكثر التوقعات المجنونة في التاريخ ديال الويب المغربي. ضربت في السقف حيت اليوم جاني ميساج في الواتساب قالوا لي كيفاش قلتي عيسى ديال بريماركي، كيفاش قلتي غندوزو البينالتيات، هادشي راه ضربت في السقف. الفضائيين اثروا عليا حيت عطاوني النتيجه ديال البارح، قالوا لي ديال بريماركي وقالوا لي غنربحوا البينالتيات وانا استلمت الاخبار. البلان اللي كبير واللي زاد من القوه ديال الفيديوهات لا ديال فرعون ولا حتى ديال الياس، هما غادي يهرسوا سلسله من التوقعات الصحيحه ديال واحد من اشهر المحللين في العالم. خونا سميتو يواكيم كليمنت، واحد العالم ديال الرياضيات الماني. خونا فريمون كيامن باللي اي حاجه في الدنيا خاصها تكون مبنيه على الدراسات والاحصائيات، وحتى كره بالنسبه ليه ماشي غير حظ ولكن ارقام ونماذج رياضيه كتحاول توقع شنو غادي يوقع، وبطبيعه الحال حتى شي واحد ما يقدر يتوقع المستقبل وكل شيء بيد الله عز وجل. ولكن خلينا نصدمك شويه باش تعرف علاش هذا السيد شد الاهتمام ديال العالم كامل، وعلاش المغرب هرس ليه كاع داكشي اللي بناه لمده سنوات. تخيل معايا يقدر يتوقع بطل كاس العالم في 3 ديال النسخ متتاليه، المانيا في 2014، فرنسا في 2018 والارجنتين في 2022، وبثلاثه كاملين جابهم صحاح. ومن بعد هذا النجاح اي توقع كيخرج ولا كيتشاف بواحد الجديه كبيره، وخصوصا ملي خرج قبل المونديال ديال 2029 وقال بلي المنتخب ديال هولندا هو المرشح الاكبر باش يرفع الكاس، حتى الطريق ديالها في المونديال كان باين بالنسبه ليه باللي واضح بزاف. I think I seem to have a after getting it right 3 times in a row. I picked a team that is considered to be not amongst the favorites this time around. Netherlands is one of those countries that persistently performs above the batting average that it should have. ولكن اللي ما كانش داخل في الحساب ديالو هو المنتخب المغربي، لانه في مواجهه واحده المغرب ما غاديش يبدل غير نتيجه الماتش، بل غادي يطيح واحد من اشهر النماذج الاحصائيه في العالم، ويخلي توقع اللي داز في ستريم ديال يوتيوبر مغربي يبان اقرب للواقع من دراسه اللي خدات الوقت والجهد ديال بصح. بحيث خدينا الحاله ديال الياس المالكي على سبيل المثال، فالتوقعات ديالو في هذا المونديال كانت اكثر من مجرد توقع اللي دايز وصافي. من بدايه البطوله خرج في بزاف ديال الستريمات وقال افكار اللي كانت كتبان في ديك اللحظه بعيده بزاف على الواقع، وخصوصا ان هذه النسخه من المونديال كانت من اكثر نسخ كاس العالم اللي عامره بالمفاجات. قبل نهار كامل من المواجهه اللي كانت غادي تجمع ما بين المنتخب ديال الارجنتين والجزائر، الياس غادي يرجع مره اخرى وعطى النتيجه والسكور اكزاكت اللي غادي يسالي به الماتش. غدا الجزائر غدوب 3 وعليا باليمين ومن 2007 ما صار، ونهار الماتش ديال الجزائر والارجنتين غنشرب لويس، غتربح ان شاء الله الارجنتين 3-0 وغادي نقمر عليه ويماركيو اكثر من بيت. عرفتي علاش؟ باش نتفرج. ولكن اللي كان اغرب من النتيجه هو زاد وقال باللي ان جميع الاهداف ديال المباراه غادي يجيبهم لاعب واحد فقط. حلمت بميسي لعب ضد الجزائر بلا كالسو،
كنعرف ميسي لا مشى تلعب بلا كالسون، واليوم غيماركي شي 2 ولا 3 ضد الجزائر. هاد الحلمه اللي حلمت البارح، دابا ان شاء الله انا حلمت 3-0، اذا هي اللي كاينه 3-0 هي اللي كاينه، ما كاينش شي حاجه. في ديك الوقت التوقع ديالو بان لبزاف ديال الناس بلي مجرد هضره ديال الستريم، خصوصا في مباراه اللي بهذا الحجم اللي اي واحد كان كيتوقع فيها اكثر من سيناريو. ولكن مع صافره النهايه الناس رجعوا لنفس الفيديو باش يكتشفوا ان التوقع ما كانش غير قريب، بل كان مطابق تقريبا اللي وقع فوق ارضيه الملعب. 90% ديال الاحلام ديالي كتطلع واليوم الارجنتين غتربح بشي 3-0. ملي نقول لكم حلمت ثقوا بان راه حلم. ويعني ولو كانت التوقع هو الوحيد كنا نقدروا نقولوا باللي مجرد صدفه، ولكن الحاجه اللي وقعت من بعد خلات هاد الفرصه تولي صعيبه شويه، لان هاد البريدكشن ما كانتش اخر مفاجاه ديال الياس، حيتاش من بعد ما الجزائر اختارت واحد الطريق اللي مختلفه في دور 32 باش تفادى مواجهه المنتخب الاسباني. اغلب الترشيحات ولات كتميل ليهم، وبزاف ديال الناس كانوا كيشوفوا بلي التاهل ضد سويسرا شبه مضمون، ولكن الياس كان عنده واحد الراي اللي مختلف تماما، بحكم انه كيدير اغلب التوقعات ديالو وسط اللايف وماشي كيركوردي فيديوهات من بعد الماتش. خرج قبل المباراة بساعات وقال المرة الثالثة على التوالي بلي المنتخب ديال الجزائر غادي يخسر ب2-0 قدام سويسرا. ان شاء الله الجزائر اليوم راه غتخسر ضد لا سويس ب2-0. لا سويس واعره، حتى من الناحيه ديال الطب والتعليم واعره لا سويس، اذا غتربحهم 2-0. دابا المونديال كيتخاد ماتش دابا بحال سويسرا اليوم غتربح الجزائر ب2-0، فهمتي؟ غدا يحل الله. مثلا اليوم ما بقى والو، راه حنا وصل الميساج بان الجزائر غيمشيو ينعسوا. اقسم بالله تتخسروا ب2-0، ها هي والله تخسروا ب2-0 اليوم ضد سويسرا، صافي سيروا الناس. كيف العاده غادي توقع نفس الحاجه للمره الثالثه على التوالي. من تما النظره ديال الناس تبدلات بشكل واضح، بدل ما كانوا كيشكوا في التوقعات ديالو ولاو كيدخلوا لاي ستريم جديد غير باش يعرفوا شنو غادي يتوقع في المباريات الجايه، وحتى لي كومونتير اللي ولات عامره بطلب واحد: الياس توقع لينا الماتش الجاي، شنو قال على هاد المباراه؟ والعديد اللي ربطوه بالتوقعات ديال ليلى عبد اللطيف. مصر الا دزتو البيلانتيات غدوزو، ما تقصاوش البيلانتيات، الا دزتو البيلانتيات غدوزو الماتش، ما تربحوش فيه، ولكن لا دزتو البيلانتيات غدوزو. ما عندي الجهد ليكم ديك الساعه، لانه توقعات بحال هذا الشكل كتكون مبنيه على خبره ديال سنوات وتراكم ديال المباريات، الحاجه اللي كتعطيك واحد الاسبقيه تخرج بواحد التوقع اللي يقدر يجي معاك ويطلع صحيح في الاخر. كيف ما دار اشرف الصبيري قبل الماتش ديال الدور 32 مع هولندا. فريمون هذا الماتش بكثره الستريس اللي فيه راه لا يمكن عدد السيناريوهات اللي خرجت عليه. في الماتش اللي كان سالا في المجموعات بين المغرب والمنتخب ديال هايتي، اشرف كيف ما كيدير في جميع المباريات كيخرج بواحد اللايف ستريم في القناه ديالو في يوتيوب اللي كيحلل المباراة بواحد الطريقة مميزة ديالو. والله حتى غنتقصاو بسبب التضييع. مسيو ويبي اون ان بروبليم ديفون لي كاج. دير ديك اللقطة ديال الطاوسي، حنا عندنا مشكل مع الشبكة، اليوم في لوطريبو غنخدموها كدا بالشبكة. قول لهم في لوطريبو الله يكثر خيرك، الطاوسي واخا كان راه ماشي حمار راه فاهم. الله يكثر خيرك غدا في لوطريبو قول لهم هاد اللعيبة حنا عندنا مشكل قدام غنخدمو غير قدام الشبكة. بطبيعة الحال ماشي كل توقع كيصدق كيكون مجرد صدفة، بعض المرات كيكون مبني على سنوات ديال متابعة الكرة وعلى قراءة التفاصيل اللي بزاف ديال الناس ما كيركزوش معاها، وهذا الشيء بالضبط هو اللي دار اشرف قبل مواجهة المغرب مع هولندا. بالنسبة ليه المنتخب كيخلق بزاف ديال الفرص اللي غادي تخليه يحسم المباراة، ولكن المشكل الحقيقي هو الاستغلال ديال هذه الفرص، وهذه الفكرة ما كانتش جاية من الفراغ، لأن الأرقام والداتا كتعطي نفس الانطباع. في 4 ديال الماتشات اللي لعبها المنتخب قبل الماتش ديال كندا قدرنا نديرو 16 فرصة محققة للتسجيل، ماركينا منها فقط 7 ديال الأهداف وضيعنا 9. وعلى هذا الأساس كان الصابري مقتنع أن هذه النقطة بالذات تقدر تكون السبب الرئيسي في الإقصاء، وخصوصا في الأدوار الإقصائية اللي أي فرصة كتضيع تقدر تبدل المصير ديال المباراة كاملة. ولكن اللي عنده لاعب بحال عيسى ديوب في التيم قادر باش يرجع لك الأمل في آخر دقيقة من المباراة. لاعب اللي قبل 4 سنين من دابا قليل بزاف اللي كان باغي يجي للمنتخب. هذا اللاعب شفتوه، هذا سميتو عيسى ديوب، مو مغربيه وبا سينيغالي وتزاد في فرنسا. خليل وزيز كيتسطى وكيحماق عليه، ما كرهت خليل وزيز هذا اختار المنتخب المغربي ويزيد معنا في المنتخب المغربي. قال من شحال هذه انه باغي يختار فرنسا، قال براسو سوا فرنسا عيطات عليه ولا ما عيطاتش عليه غادي يختار فرنسا. قلب الدفاع الناضي ديال وسطها
فكاين واحد التواصل بين خالد وعيسى ديوب باش يمثل المنتخب الوطني. انا صراحه مكره يمثل المغرب. في 2022 اغلب الجماهير كانت رافضه حتى الفكره ديال الاستدعاء ديالو. ايمين وهادشي اللي نقدروا نشوفوه بوضوح في لي كومونتير. اكد هارب عليه، خلي فرنسا تنفعو، وحتى لا اختار المغرب فرما عندنا ما نديرو به. الدراري دايرين الخدمه ديالهم وبالجهد. الفكره اللي كتبان في ديك الوقت اللي فكره اللي لوجيك ديال بصح، ولكن في الصباح ديال 30 يونيو 2029 هاد الفيديو غادي يدير واحد القفزه خياليه في تيك توك. الحاجه اللي خلات دوك لي كومونتير اللي تكتبوا قبل 4 سنين من دابا يفقدوا القيمه ديالهم كامله، بحال تماما ردة الفعل القويه اللي جات على التوقعات الجديده ديال الحجوي في المونديال. كيف ما كنا شفنا في الفيديو اللي فات، والتوقعات الخياليه ديالو في 3 ديال البطولات منفصله. الحجوي ولا منتخب فانز هاد المره غادي يطلع البارة ديال بصح، وغادي يخرج بواحد التوقعات تحليليه على المسار والبطل ديال كاس العالم 2026. نقول واحد الحاجه نقولها، الا مشات الامور بحال هكا ودزنا فرنسا، الحلم ديالنا المغاربه انهم واحد النهار يديو كاس العالم نديوه. الا دازت بحال هكا وتيسرات، ويا ربي تيسر، والمغرب دازت فرنسا كواحد الحلم يستحيل يتحقق. كنتوقع فينا المغرب ارجنتين والمغرب يدي الكاس، وان شاء الله بجميع التوقعات اللي شفنا في هذا الفيديو. كنتمنى غير هذا التوقع هو اللي يصدق هذه المره. كاين اللي يضحك عليا، راه ضحكوا عليا بزاف في كاس العالم ديال الشباب، ضحكوا عليا بزاف في كاس العرب، ضحكوا عليا بزاف في الكان، حتى دابا ضحكوا. ولكن ان شاء الله من مورا يسالي الورلد كاب رجع لهذا اللايف هذا ولا هذا الفيديو. ولكن مع الاسف هذا التوقع اللي كان فيه واحد الامل كبير غادي يتمسح بحال ما عمره ما كان. بالنسبه لعدد كبير من المتابعين ديال الكره وخصوصا العربيه، محمد عدنان ما بقاش غير صانع محتوى رياضي، مع الوقت ولات عنده واحد السمعه اللي خاصه، واحد السمعه مبنيه على صدفه غريبه واللي تعاودات بزاف ديال المرات. اي منتخب كيسيبورتيه قبل شي ماتش اللي كبير كيتقسم مباشره. المفروض اني اقطع على بلجيكا، صح؟ غير صحيح، ساقطع لامريكا. اعلم اول فوز للبرازيل في تاريخها على النرويج، البرازيل الى دور الثمانية. ايش انا بدي اتوقع استراليا؟ انا اسف راح اتوقع استراليا، بل اني متوقع حتى السيناريو، وهذا ما سيحصل في 2026 ذلك التأهل لهولندا. البلان في الاول بدا كضحك بين الناس والمتابعين، ولكن مع كل بطوله جديده الناس بدات كترد البال لاي توقع كيخرج من عنده. والغريب ان هذه المره رغم الحب الكبير ديالو للمنتخب الفرنسي، فريمون داكشي اللي تفرجت فيه اخونا كيشجع المنتخب ديال فرنسا تقريبا مشي 24 عام. اللي بيشجعوا الانديه، النادي بيلعب في السنه من 50 ل 60 مباراه، ويلعب على 4 أو 5 بطولات، فان لم يفلح في بطوله عوض في الاخرى، ثم ان يلعب النادي مباراه او مباراتين في الاسبوع. المشجع بيصير عنده تشبع. اما احنا اللي بنشجع المنتخبات الوطنيه فنصبر عامين، كل سنتين لنشوف فريقنا بيلعب في بطوله كبيره، سواء كاس العالم او يورو، والخروج صعب ومر وثمنه العوده للديار، وترجع تستنى من اول وجديد سنتين ثانيات، والمنتخبات اصلا بتلعب في السنه كلها تقريبا 8 مباريات. وفي نفس الفيديو خرج وقال بكل وضوح ان المغرب هو الاقرب للتاهل. التصريح ديالو اللي زاد هرس الثقه ديال الالاف ديال الناس اكثر ما هي مهرسه اصلا. هاي مباراه الثأر ورد الصاع واستفعلها المغرب، والجماهير المغربيه تتواصل معي يوميا. كم هذا اليوم يومنا سنطيح بالديوك الفرنسيه، وساذهب مع هذا واقول المغرب في نصف النهائي. فجأة حتى الناس اللي كان عندهم شك بداو كيقولوا الا حتى محمد عدنان قالها فرا المغرب صافي مشى فيها في هذا الماتش، غير طفي معاك ديك التلفازه راه صافي بان العربون. ولكن كرة القدم عندها واحد العاده قديمه كتخلي اكبر قدر من الثقه ينهار في اقل من 90 دقيقه، لانه الغريب راه ماشي توقع بوحدو اللي دار هذا البوز قبل حتى ما يبدا الماتش، بل السيناريو اللي واخا صراحه كيبان ما عنده حتى شي علاقه بالمباراه، ولكن عنده واحد البعد نظر. محمد عدنان من البدايه ديال البطوله هو كيتوقع اي ماتش ديال المغرب غادي يخسر فيه، لذلك بتوقع راح تكون مباراة قمة، مباراة صعبة، مباراة ممكن تمتد لأشواط إضافية ويمكن ركلة ترجيح. لا أتمنى ذلك، التأهل لهولندا، يا رب أكون غلطان. ولكن مع نهاية المباراة نفس التوقعات اللي كتزرع الثقة من قبل ولات عبارة على مادة للسخرية، الحاجة اللي بينوها بزاف ديال صناع المحتوى لا في تيك توك ولا في تويتر. البطولة كلها توقعنا خاسرين، وفي أهم مباراة توقعنا نربحوا، ورغم أنها كانت مجرد جملة قصيرة إلا أنها لخصت بالضبط السيناريو اللي وقع. علاه خسرنا؟ واش رشحنا؟ الدراري الله يكثر خيركم اللي كيشوف هذا الشيء، واش رشحنا؟ فين ما كنتي ما كترشحناش كندوزو، واش رشحتينا يا كبير؟ قر تمك قر. ماشي محمد عدنان بوحدو اللي صدم علينا في التوقع ديال فرنسا، تقريبا الجميع كانوا مايلين لنفس السيناريو، لانه في السيمانه ديال الماتش الموضوع ما بقاش غير توقعات ديال يوتيوبرز ولا محللين، الثقه ولات كبيره لدرجه انه حتى صفحات وشركات بداو كيبنيو حملات اعلانيه على احتمال واحد فقط، الفوز ديال المغرب. ابتداء من نهار الاثنين حتى الليله ديال الخميس انستغرام كان عامر بزاف بالريلات وهاد لي بوست، منشورات اللي ما كانتش عباره على اخبار كيف ما كانت كتبان، بل كانت عباره على عروض ترويجيه اللي مرتبطه
بنتيجه المباراه، كاين اللي عطى واحد بيوم كامل ديال الخدمات المجانيه الى تاهل المغرب، كاين اللي انونص على تذاكر ديال السفر وتكاليف الدراسه وخدمات اللي كامله، وحتى محلات اللي وصلت تبيع لي زايفون فابور ولا حتى بنص الثمن، ولكن بشرط واحد فقط، المغرب يقصي فرنسا. هاد لي بوست فريمون درت واحد الانتشار اللي كبير ديال بصح، الناس بدات كتبارطاجي وكتفرق في لي لايك وفي لي كومونتير، كيتسناو النهار ديال الماتش باش يشوفوا واش هاد الوعود غادي تولي حقيقه ولا لا. تقريبا اي واحد حل الانستغرام في السيمانه كان صعيب ما يطيحش على واحد من هاد الريلات. عاجلت انا ندخل معكم في عاجل، غير هو العاجل ديالي انا جمعت لكم جميع الوعود ديال الناس، ها اللي مربح لي زايفون، ها اللي باغي يبيع المحل ديالو من الثمن، ها اللي غادي يبيع حوايج فابور لي زاكسيسوار فابور، هاي على السخاوه الى المغرب. انا درت لكم سكرين شوت، ما تعرفوا يحيدوا هذوك، انا درت سكرين شوت الاغلبيه، واللي عنده شي عرض يطاكي راسو وبارطاجو وقيد عندك هذا الريل. والغريب ان هاد الحملات ما كانت غير كتبيع شي منتج ولا خدمه، بل كانت كتبيع واحد الاحساس ديال ان الفوز ديال المنتخب كان قريب لواحد الدرجه كبيره ديال بصح، اللي كاع وصلت انك تقدر تبني عليها حمله اعلانيه كامله قبل حتى ما تبدا المباراه، وكأن النتيجه محسومه وباقي غير الحكم يصفر البدايه. بحال الحاجه بغيت نوضحها لكم، من تشوفوا الشركات الكبار دايرين مسابقات باش يربحوكم فابور، عرفوا انهم واصلهم الخبر وانهم هما اللي غادي يربحوا ماشي نتوما. ولكن بقى واحد السؤال واحد، واش هاد الصفحات كانت فعلا مستعده تنفذ جميع هاد الوعود لو المغرب ربح فرنسا، ولا كانت مجرد مخاطره محسوبه؟ ما للاسف الحقيقه ديال انه عمرنا غادي نعرفوا الجواب، لانه السيناريو اللي تبنات عليه هاد الحملات ما وقعش اصلا، ورغم ان التوقعات كانت جايه من اشخاص بخلفيات وعقليات مختلفه، الا انه الايام اللي سبقت الماتش كانت كلها كتمشي على نفس الاتجاه ديال الحلم العالميه وتكرار انجاز قطر، باش تبين باللي البلان راه ما جاش عن طريق الصدفه. حتى بعض صناع المحتوى اللي تعود الجمهور يشوفهم منطقيين وواقعيين، هاد المره اختاروا يامنوا بلي المغرب يقدر يديرها. كنقول لك بلي هاد الماتش قدر يستوبي هاتريك ديال التوقعات الصحيحه ديال واحد من اكبر المحللين في اليوتيوب المغربي، كيف ما كنا شفنا في الفيديو اللي فات، والامل اللي كلنا حطيناه على التوقعات ديال الحجوه اللي دارهم في اخر الفيديو. شنو هي الرياكشن ديالك الا خسر المغرب مع فرنسا؟ الله يسر. انا نقول لك الواقع، واخا ما باغيش نوجد راسي من دابا، الا الدراري لعبوا ماتش واعر وداروا داكشي اللي عليهم خصو يدار، ما غلط حتى شي واحد، وجاونا فرص وماركيناهم، علما انه كونتر فرنسا غادي يجيونا فرص، الا ماركيناهم غنخرجوها بسلام. هذيك هي الله يستر، لو وقع داك الشيء اقصاء غادي يبقى فيك الحال، الا جاونا فرص وضيعناهم هذيك اللي تقدر تبقى فيك. الفيديو ديالو ما دازش مرور الكرام، بزاف ديال صناع المحتوى خرجوا من بعد كرياكتيو على التوقعات ديالو، وكاين اللي قال بلي الحجوي هاد المره خلى العاطفه تغلب على المنطق، ولكن في الحقيقه التوقع ديالو كان واضح وضوح الشمس. الحجوي ما كانش كيكذب على راسو، بل كان كيعبر على واحد الحقيقه اللي كنعرفوها كاملين، الا دزتي فرنسا فرق دزتي من البعبع ديال البطوله وما بقى بينك وبين الكاس شي حاجه. بزاف منا وحنا براسنا في الفيديو اللي درناه السيمانه اللي دازت كنا حاطين واحد الامل كبير في هذا البريدكشن، فريمون كنا باغيين نتيقوا باللي المستحيل ليس مغربي، ولكن السيناريو في التيران كان باين، وكانت ناقصه غير الطريقه باش غادي تبخر هذا الحلم وكيفاش غادي نخرجوا من البطوله. وحتى الحجوي براسو اللي ديما قبل الماتشات كيدير كاع المجهودات باش يعطي الماكس ديال الطاقه الايجابيه، كان باين بين سطور باللي راه عارف الصعوبه، باين باللي الماتش ديال فرنسا راه ماتش ديال الناس داخلين لهاد البطوله، والهدف ديالهم هو الفينال ولا شيء غير الفينال. الا رجعتي وتفرجتي في الحلقه ديال التوقعات ديالي قلت بانه فرنسا الا دزناها دينا كاس العالم ضمنيا، هذه الرساله شنو فيها؟ صعيب دوزو ضمنيا، كنلمح بانه راه صعاب بزاف، وكنت كنقول بانه فرنسا صعيب نربحوها، ولكن معاها كان الامل وكان الحلم انهم كره تبان لك الحجم والفوارق ما بيننا حنا في كره دابا وما بين فرنسا. النهايه اللي كلنا كنا عارفينها، ولكن كنا متفائلين ومتفادين داك السيناريو اللي وقع في الماتش. ولكن الحاجه اللي خلات بزاف ديال الناس وحتى اللي ما كيامنوش بنظريات المؤامره يبداو يطرحوا بزاف ديال الاسئله، هو الاداء اللي قدموا المنتخب في هذه المباراه بالذات. 22 تسديده لفرنسا مقابل فقط 5 تسديدات للمغرب، وتسديده وحيده على المرمى، ارقام اللي كتخليك تفهم علاش الجمهور حس بديك الصدمه. من البدايه كان باين باللي المنتخب داخل بواحد الحذر اللي كبير، اسماء اللي كتخليك ماشي غير طيح البلوك، انه غير اداء فردي ديال واحد فيهم قادر يحليك ديك الثغره باقل مجهود. ولكن وسط الاجواء كانوا موجودين الناس اللي مشاو لابعد من التحليل الرياضي، وبداو كيبارطاجيو وكيهضروا على نظريات المؤامره، خصوصا مع بعض اللقطات التحكيميه اللي اثارت الجدل ديال بصح في السوشيال ميديا. الحاجه اللي خلات مورا الماتش يخرجوا بزاف ديال الصفحات المختصه في قراءه الحالات التحكيميه بحال ارشيفو فار، وحللات بعض اللقطات اللي داروا نقاش كبير بين الجماهير، من بينهم اللقطه ديال مبابي مع مزراوي، فين كان جدل كبير واش
بينالتي ولا لا. التحليل ديال الصفحه بين بلي الطيحه ديال كيليان كانت قبل الاحتكاك الحقيقي وان اللقطه ما كانتش كافيه لاحتساب ركله جزاء، واللي الحمد لله ياسين بونو كان حاضر وجبد ديك البينالتي بكل سهوله. اما اللقطه الثانيه اللي ناقشها الجمهور المغربي فهي لمسه اليد ديال رابيو قبل البيت، وهنا فين نقدر نقول لك بلي الحكم كان في واحد المحل ديال الانتقاد، ولكن حسب القوانين ديال الفيفا الكره جات من رجليه وقص يديه بواحد الشكل غير متعمد، وبالتالي تدخل الفار ما كانش ضروري في هذه الحاله. ولكن صراحه خلينا نكونوا واقعيين، وحتى لو كانوا حيدوا لهم داك البيت واش المغرب كان غادي يقلب المباراه؟ هذه كتبقى واحد الفرضيه اللي صعيب نجاوبوا عليها، لانه فرنسا في ذاك النهار فريمون كانت متفوقه في الايقاع والسيطره على الماتش كامل. راه اللي عنده ديك نظريه المؤامره غايقول لك عطاوهم الماتش بهذا اللعب اللي شفنا اليوم، اللي عنده في عقله ديما عنده ديك نظريه المؤامره وباعوا الماتش. راه الا قال لك باعوا الماتش راه ما غادي تصدم وتقول لي لا راه ما باعوش، راه هاد اللعب ديال باعوا الماتش، ما باغيش يلعبوا، ما باغيش يهجروا، ما باغي يديروا والو، ما باغي ما يديروا حتى ما باغيين يديروها. كنبغيوش ندخلوا في هادشي ديال المؤامره حيت انا ما تنامنش بهادشي. هنايا بالتحديد كيبان علاش نظريه المؤامره كتلقى صعوبه باش تعيش في الوهاب، لانه الماتش براسو كان فيه معطيات اللي كيشرحوا جزء كبير من النتيجه، وهادشي تماما غادي يبان لك منطبق على النظريه اللي خرجت في هذا المونديال، النظريه اللي سموها بلعنه اي شو سبيد. كيف ما عارفين اي شو سبيد كيتعتبر من السفراء الرسميين لكاس العالم 2029 وكان كينتقل من ماتش لماتش وكيستريمي اهم المباريات في البطوله، ولكن القصه الحقيقيه بدات من وصلنا للادوار الاقصائيه. في المباراه ديال بلجيكا والسنغال سبيد لبس التوني ديال المنتخب السنغالي وسيبورتاهم طوال المباراه، والنتيجه السنغال خرجت في واحد السيناريو مجنون في اخر دقيقه في المباراه كامله. من بعد جا الماتش ديال الراس الاخضر والارجنتين، بحكم حبه الكبير لكريستيانو رونالدو سبيد غادي يوقف مع المنتخب ديال كاب فيرد وسيبورتاهم من القلب ديالو، ولكن النهايه كانت هي الاقصاء رغم واحد من افضل المباريات اللي لعبوها في البطوله كامله. ومن بعد غادي يجي الدور ديال البرازيل وسبيد لبس التوني ديال السامبا، بحيث الجميع كان كيتوقع باللي غيدوزوا بسهوله، ولكن اللي وقع في ارضيه الملعب كان اقصاء تاريخي قدام النرويج. وتقريبا جميع المنتخبات اللي جاو من بعد حتى الماتش ديال السبليون مع بلجيكا فين المره المليون تم اقصاء بلجيكا وهو لابس التوني ديالو. وهادشي هو اللي خلى الجمهور لا ديال فرنسا ولا حتى ديال المغرب يرغبوا في الاعلان الرسمي ديال الستريم ديالو. سبيد عافاك ما تلبس التوني ديال المغرب، يا ربي ما يشجعش المغرب غدا قدام فرنسا. الحاجه اللي خلات سبيد يدير واحد الحركه اللي ذكيه، لبس التوني مقسوم على جوج ديال الجهات، نصف مغربي ونصف فرنسي، بحال الفكره اللي سبق دارها جمال الدبوس في الدومي فينال. وفجاه حتى ديك النظريه ديال سبيد ما عرفاتش مع من توقف في هذا الماتش. بطبيعه الحال هذه غير واحد النظريه اللي خلقها الجمهور باش يربط سلسله ديال المصادفات اللي عطات واحد الجو زوين للبطوله، لانه كاينين مباريات يسيبورتا فيهم منتخبات وربحوا بشكل عادي. ما كاينش داكشي ديال خلي دالي، ما كاينش. حكمونا حكيم صافي، حكمونا حكيم. عرفت انا بنادم علاش تقلق ولا بغى يدور السياسه. حتى ديك الهضره ديال الجزائريين كولها اخويا ولا خليها عندك، شي حتى كليتها تقدر تضرك. انت صاحبي دابا واش حنا دابا تقصيني ما غنسكتوش. الحاجه اللي كتخلينا نقولوا باللي اللي كيحسم النتيجه ديال الماتش ماشي ستريمر ولا توقعات ولا حتى نظريات المؤامره، لانه كيف ما شفنا نهار الخميس لا التوقعات ديال الياس ولا فرعون ولا حتى ليلى عبد اللطيف حتى شي واحد فيهم ما قدر يجيب النتيجه بشكل مضبوط.